اليوم نرحب معنا في الدكتور خالد الزعاق. هلا والله بغلا دكتور سم. أنا ما أدري، مستغرب كذا، أنت ما أدري شلون توافق بين شغلك اللي متنقل في كل مكان وبين بيتك. ما تواجه حراج مع البيت؟ لا والله لاني مالي اصدقاء، مالي اصدقاء ابو حسن. اي والله ولا لك استراحات ولا رحت ابد شلة مره سفرات؟ ابد. قد سافرت مع أحد شلة يعني زي نادر تروحون؟ نادر وتندمت بالله. اي والله. قبل كم؟ يمكن اخرهن قبل يمكن 6 اشهر. إيه. اخرهن مع سنيدي رحت الجنوب. آه. هذه رحله جماعيه يعني ولا بعد ولا ما تحب لحالك؟ الحال. طيب ليش ابو انت لبسك دائما مميز غريب الوان؟ وش الحكمه؟ حكمه براند هذا. ها؟ براند لي. براند لك؟ إيه. البراند كيف يعني لك؟ البراند يعني انا اطلع للبر قديما. إيه؟ والبس لبس البر اللي هو من عمامه وغيره والعصا. لا تطورت معي حتى اصبحت سمه وصار هاللبس هذا يطلع. حبيت اللبس الغريب. انا الناس تشوفه كذا لبس غريب، الوان، إيه؟ زخارف، إيه؟ مدري ايش، عصا. مثلك متميزين حبيبي حبيبي. الله يخليك. 1403 انت مشيت من القصيم الى الكويت؟ إيه؟ صحيح. صح. عام 1300 ايضا 98. 98 فقط عشان انك تعرف عالم الفلك والاشياء. انت دكتور صح عجيري. متى بدت معك بالله هذه؟ اذا انت مشيت بهالعمر، عمرك كم كان؟ هادي وانا طفل صغير. عمرك كم يوم تروح الكويت؟ عمري 10 سنوات. 10 سنوات علشان تروح تشوف الفلك هناك؟ نعم. هنا عشان ادرس على الدكتور صح عجيري. يا الله. وش الدكتور اللي حببك في الفلك وشو؟ هو الفلك حنا نحبه غصب. اي غصب حنا يا طبيعتنا الزراع والبادية والبحارة اللي هو سكان الجزيرة العربية من قديم الزمن. والفلك لا ينفك منه، لكنه بأمور ثانية. يعني مثلا الحين أنا أسألك تقول باتر برد ولا هذا، ما فيه دولة من الدول أو شعوب ثانية يسألون وش باتر ويبي يجينا مطر وما، لأنه علم الفلك متخلج في ذواتنا نفسه. اي نعم. فرصة سعيدة والله يا دكتور. الله يخليك ان شاء الله. عندي أسئلة كثير ما تخلص، لأنك أنت ما شاء الله تبارك الله موسوعة. كلنا نفتخر أن عندنا واحد صراحة زيك وروحك وحماسك وإدخال المعلومة بطريقة غريبة. الله يخليك. تدخل المعلومة بالغصب. احنا متنا احنا نشوف المعلمين اللي يعطونا تعليم لكن للأسف، لكن أنت بطريقة عجيبة.